يحيى عطية الله يتخلص بشكل كبير من الإصابة ويصبح متاح للمشاركة تدريجيا في المباريات القادمة مع الأهلي. عمر كمال عبد الواحد يشارك في مران الأهلي الجماعي بعد تأكيد الأشعة معاناته من إرهاق فقط وعدم وجود شد أو أي شيء مؤثر. صدام ناري وعنيف بين المعد البدني بالأهلي وبعض اللاعبين الكبار في الفريق بسبب شكواهم عدة مرات من البرامج البدنية التي يضعها والتي تسببت في إصابة العديد منهم، والمعد البدني يتهم بعضهم بالدلع. وكولر يعد محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي بإعادة النظر في البرامج البدنية التي يضعها المعد البدني للتخلص من هذه الأزمة بعد حالة الصدمة التي سيطرت على الجميع. محمد شوقي مدير الكرة بالأهلي يؤكد للاعبي الفريق أنه سيتم خصم 20% من رواتبهم في الشهر الحالي بسبب التعادل أمام الزمالك، وليس خصم 20% من عقودهم خلال الموسم مثلما أثير. مارسيل كولر يرفض بشكل قاطع خصم محمد رمضان المدير الرياضي أي جزء من راتبه الشهري بعد التعادل مع نادي الزمالك، وذلك في الجلسة النارية التي جمعت الثنائي بالأمس وشهدت حديث محمد رمضان بعنف لأول مرة مع المدير الفني نظرا لعدم رضاه من المستويات التي يقدمها الفريق. حالة غضب كبيرة تسيطر على مارسيل كولر بسبب الهجوم الكبير الذي يتعرض له من قناة الأهلي والإعلام الرسمي بالنادي وكذلك كل نجوم النادي السابقين. ومصدر يؤكد أن محمد رمضان المدير الرياضي أبلغ كولر بأن النادي لن يتردد إطلاقا في توجيه الشكر له إذا استمرت هذه الحالة في الفريق، خاصة أن النادي وفر له كل شيء ولا يوجد أي نتائج لذلك والمنحنى في النازل حتى الآن. علي ماهر ينفي تلقي عرض من الأهلي لتولي تدريب الفريق الفترة القادمة بدلا من مارسيل كولر. جوزيه المدير الفني السابق بنادي الزمالك ينفي لكل المقربين منه في مصر ما يصار حول تلقي عرض لتدريب الأهلي الفترة القادمة. حسام البدري يؤكد أنه لم يتحدث معه أي شخص من النادي الأهلي لتولي المسؤولية الفترة القادمة بدلا من كولر، وأنه لا يمانع على الإطلاق تولي المسؤولية حال طلب منه ذلك، لكن كل ما يقال حاليا مجرد كلام عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقط. محمد رمضان يصر على قيد علي معلول في قائمة الأهلي الإفريقية رغم تحفظ كولر الشديد ورغبته في قيد 3 لاعبين شباب بدلا منه. محمود بنتايج لاعب نادي الزمالك يؤكد لبعض المقربين منه في مصر أنه لا يفضل تفعيل الزمالك بند شراءه نهائيا في الوقت الحالي والانتظار لنهاية الموسم على أمل تلقي عرض جيد من الأهلي للتواجد معه في كأس العالم للأندية. نادي الهلال السوداني: لم نناقش فكرة مواجهة الأهلي ذهابا وإيابا في القاهرة إطلاقا، ونعتمد في اختيار الملعب على قرار الجهاز الفني، وحتى الآن لم نستقر على الملعب سواء في ليبيا أو موريتانيا، ولكن خيار مواجهة الأهلي في الإياب بالقاهرة غير موجود بالنسبة لنا. نحترم الأهلي كفريق له مكانته الكبيرة على خريطة البطولات الإفريقية، ولكن نحن الهلال ولدينا قيمتنا ووصلنا لنهائي هذه البطولة مرتين ولن نكون خصم سهل له. المسؤولية علينا ليس للفوز فقط ولكن من أجل إدخال الفرحة على الشعب السوداني، فبطولة أفريقيا هي نافذة للأفراح بعد الحرب والخراب. تصريحات نجيب ساويرس رجل الأعمال الشهير عن إمكانية تخصيص النادي الأهلي وطرح أسهمه في البورصة يثير غضب جماهير الأهلي بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. جماهير الأهلي تهاجم ميدو فزلوكا الذي يحاول تلميع لاعب لا أحد يعرف اسمه حتى على حساب أشرف بن شرقي اللاعب الدولة الذي قاد منتخب بلاده في كأس العالم، ويحاول بوقاحة الحديث عن كون مصدق مدافع الزمالك الجديد أفضل من لاعب الأهلي. ميدو يقرر تقديم البرنامج الرئيسي في قناة الزمالك أسوة بما يحدث على قناة الأهلي وقيادة شوبير البرنامج الرئيسي. إبراهيم عادل لاعب بيراميدز يصبح أكثر لاعب في الدوري المصري يحقق جائزة رجل المباراة في البطولة بعد تخطي رقم إمام عاشور. ريبرتوس اللاعب ليفربول يتغنى بالفرعون المصري محمد صلاح وما يقدمه في عالم كرة القدم حاليا ويؤكد أنه لاعب من عالم آخر، والصحافة الإنجليزية تشيد بصلاح وتؤكد أنه ليس له مثيل. استمرار التدليس التحكيمي في مباريات بيراميدز يؤكد أنه لا يمكن أن تتقدم الكرة المصرية يوما طالما بها أشخاص عدماء الضمير مثل محمد معروف ووجيه أحمد وغيرهم من الأشخاص الغير سويين. صدام عنيف بين ميدو وطارق السيد وأحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك واتهامات من الثلاثي لبعضهم بالسمسرة. نادي المصري البورسعيدي يتمم اتفاقه مع أنيس بوجلبال لاعب الأهلي السابق لتدريب الفريق الفترة القادمة بدلا من علي ماهر. أحمد بلال نجم النادي الأهلي السابق. النادي الأهلي دعم صفوفه بصفقات جيدة في يناير وأنفق مقابل مادي ليس كبير بعد ضم بن شرقي في صفقة انتقال حر واستعارة مصطفى العش وضم جراديشار مقابل $1,000,000 وضم أحمد رضا من نادي بتروجيت. والأهلي لم ينفق ملايين الدولارات كما يتزعم البعض. الفريق لم يحقق الغرض في مباراة القمة في ظل تغيير مدرب الزمالك ووجود أزمات فنية في الفريق الأبيض، وكولر يتحمل مسؤولية التعادل مع الزمالك في المباراة.
والأهلي قدم أداء ولا أسوأ أمام الزمالك، وبيسيرو عمل مباراة جيدة فنيا وخاض اللقاء بطريقة جديدة ووفق فيها، أغلق منطقة وسط الملعب تماما، ولذلك لم يظهر لاعب مثل إمام عاشور، وإمكانيات لاعبي الأهلي أفضل في الوقت الحالي من لاعبي الزمالك، ولكن الإدارة الفنية في مباراة القمة كانت سيئة جدا، وكان كولر لا يريد المكسب وتشعر أنه كان يلعب من أجل التعادل فقط. تواجد كوكا وأكرم توفيق في خط الدفاع معنى ذلك أن كولر لا يريد الهجوم، ولم يستغل خوض الزمالك اللقاء بطريقة دفاعية، بجانب أنه جازف بمشاركة محمد عبد الله اللاعب الشاب، وكان عليه الاعتماد على لاعبين سبق لهم خوض مباراة القمة ولديهم خبرة. كولر عنده مشكلة أمام الفرق الكبيرة في امتلاك وسط الملعب، وطريقة لعبه لا تتناسب مع قدرات لاعبي الأهلي وإمكانياتهم الحالية، وهم يمتلكون قدرات أعلى بكثير، ولا أعرف ما السبب في ترك الاستحواذ أمام الفرق الكبيرة. محمد عبد الله لاعب شاب وكان عنده رهبة في المباراة، وكان يجب الاعتماد على حسين الشحات بدلا منه في الجبهة اليمنى على أن يتواجد إمام عاشور في الجناح الأيسر. والغريب أن المدير الفني لم يعدل طريقة اللعب بعد هدف التقدم للحفاظ عليه، والمباراة كان من المفترض أن تكون في المتناول، وهناك لوغاريتمات في طريقة كولر مؤخرا، والزمالك كان سيسجل هدف الفوز في نهاية المباراة لولا سوء الحظ الذي واجه زيزو. محسن صالح رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي: الأهلي يعاني من سيناريو متكرر في المباريات الكبيرة، حيث يبدأ اللقاء بالسيطرة والتقدم ثم يتراجع، مما يسمح للمنافس بإدراك التعادل، وهو ما حدث مجددا أمام نادي الزمالك في القمة الأخيرة. كريم الدبيس في أفضل حالاته حاليا ولاعب سريع وقوي دفاعيا، والعش مدافع صلب، لكن كولر اختار كوكا وفضله على الثنائي رغم مرور اللاعب الأخير بمرحلة تراجع كبيرة. كولر ركز على مفاتيح قوة نادي الزمالك أكثر من فرض أسلوبه رغم امتلاكه مجموعة من اللاعبين الذين يتمناهم أي مدرب، ولم يمتلك الشجاعة لاستخدام إمكانيات الفريق وتحقيق الفوز. التعادل أمام الزمالك خسارة كبيرة للنادي الأهلي في صراع الدوري، خاصة بعد فوز بيراميدز وتوسيع الفارق، والأهلي بحاجة إلى القتال على كل نقطة وعدم التفريط في أي فرصة لحصد النقاط الفترة القادمة. مدرب نادي الزمالك جوزيه بيسيرو أدار المباراة بذكاء، حيث دفع بكل أوراقه الهجومية بعد تأخره بهدف، في حين أن كولر تراجع بشكل غير مبرر بعد التقدم، مما منح المنافس الفرصة للعودة. الفريق بحاجة إلى لاعب وسط دفاعي وظهير أيسر وصانع ألعاب، واستمرار محمد مجدي قفشة مع أسلوب كولر الحالي سيجعله خارج الحسابات دائما، وقد يجلسه في المنزل. ورحيل كولر قد يكون الخيار الأفضل للأهلي حاليا، خصوصا إذا استمرت هذه الطريقة في إدارة المباريات. المدير الفني السويسري مارسيل كولر يتمتع بقدرات فنية مميزة، لكنه كثيرا ما يرفض الاستماع إلى الآراء الأخرى رغم وجود شخصيات كروية كبيرة في النادي، ولديهم خبرات طويلة في مجال كرة القدم. المدرب يجب أن يكون أكثر مرونة في التعامل مع النصائح الفنية المقدمة له من لجنة التخطيط، خاصة عندما تكون من قامات كروية تفهم طبيعة الأهلي ومتطلباته. مستقبل كولر مع الأهلي يثير التساؤلات حاليا، والفريق يسير حاليا في طريق غير واضح المعالم، مما قد يعرقل فرصه في تحقيق البطولات الفترة القادمة، وإذا استمر الوضع بهذا الشكل فلن نصل إلى الهدف المنشود. أحمد عيد عبد الملك: تعادل نادي الزمالك أبعده عن المنافسة على صدارة الدوري بشكل كبير بعد فوز بيراميدز في لقاء طلائع الجيش، وأكدنا في وقت سابق أن مباريات القمة لا يوجد فيها فوارق. الزمالك في نهاية مباراة القمة كان يستطيع الفوز وحصد النقاط الثلاثة، وبيسيرو سريعا ما أظهر شخصيته على الفريق، واللاعبين يؤدون ما يطلب منهم. جيل الزمالك الحالي يوجد فيه لاعبين أصحاب شخصية، وفي السنوات الماضية عندما كان يسجل الأهلي المباريات كانت تنتهي، عكس الفترة الحالية. أما المنافسة على الدوري فالدوري ما يزال في الملعب، خاصة أن الزمالك سيواجه الأهلي وبيراميدز مرة أخرى، ولكن يجب ألا يفرط في أي نقطة خلال الفترة القادمة. طريقة لعب النادي الأهلي ساعدت نادي الزمالك في غلق الأطراف تماما، وبيسيرو حدد المراكز التي تعاني من مشاكل، وصلاح مصدق من مكاسب مباراة القمة. كولر في المباريات الكبيرة لا يحب أن يجازف ويلعب بتحفظ، وكان يملك حلول كثيرة على مقاعد البدلاء، وهو مدرب كبير لكنه لا يستفيد من إمكانيات اللاعبين، وظهر ذلك من اللاعبين الذين رحلوا، أبرزهم أحمد عبد القادر الذي رحل ولم يستفيد منه. محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق: ما فعله أشرف بن شرقي في القمة تقدير خير الزمالك عليه، ومن وجهة نظري كان لابد أن يبدأ ناصر منسي مباراة القمة أساسيا. بلوم على لاعبي الزمالك بسبب عدم الفوز ضد الأهلي في القمة واستغلال الحالة التي كان عليها النادي الأهلي، والأبيض كان الأقرب لتحقيق الانتصار في اللقاء، خاصة أن الأهلي تراجع بشكل كبير بعد تسجيل هدفه الأول. طريقة لعب الزمالك أمام الأهلي تكتيك مثل الملاكمة،
ولم أتوقع خوض بالسير والمواجهة بهذه الطريقة. بن شرقي احترم فترة تواجده في نادي الزمالك، وهو يؤكد أنه جاء مصر من أجل لعب الكرة فقط، وهو حاليا يلعب في النادي الأهلي، ومن الطبيعي في حال تسجيله أن يحتفل حسب ما يرى طالما لا يوجد تجاوز، ولكن هناك أهلاوية غير راضيين عن موقفه.